السلام عليكم شباب، عاملين ايه؟ معاكم احمد قناه جاحد حمد. النهارده فيديو طريقه الحصول على 50 كوين من ايفنت الدوري اللي هو ايفنت اليابان، طبعا اللي هو الدوري الياباني. ولكن هقول لكم ازاي تحصلوا عليهم. ولكن قبل ما نبدا، اهم حاجه ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، وتصلي على النبي تحت في كومنت، وتكتب لي برضو اللعبه اللي هتساعد لك من تفتيح بتوع اليابان اللي فاتوا دول. وبس كده، يلا نبدا. في الاول هنروح على الايفنت بتاع الدوري الياباني اللي هو بتاع النادي الياباني اللي انت تختاره، ده اللي هو ب50 كوين. هو انت في نظرك الايفنت ده صعب، لكن مش صعب ولا حاجة. انت اول ما تدخل هيجيب لك النادي، وانت هتختار مثلا النادي اللي انت عايزه. هو يجيب لك كده، انت هتختار بقى اي نادي. فانا هختار اللي هو النادي اللي لسه بيلعب فيه النادي ده. بعدين هلعب بيه. انت في نظرك ان الايفنت صعب، لكنه مش صعب ولا حاجة. هنشوف بقى، نعمل كده، نشوف اللعبة اللي عندنا من النادي. عندنا كام لاعب؟ انا عندي ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عندي 9 لعيبة من النادي ده. فاحنا هنحتاج ان احنا نجيب 9 زيهم عشان نبقى نخش نلعب بيهم. يلا تعالى كده نروح. سهلة جدا ان انت تجيب اللعيبة دي. احنا نروح الوقت على المتجر. اروح على المتجر بتاع اللي هو تشتري لعبة بالجي بي. وبعدين هتيجي على اللي هو فلتر، وتختار النادي اللي انت مختاره. انا مختار اللي هو النادي بتاع انيستا اللي هو هنا طبعا. هنشوف النادي فين، اللي هو ده. فانا هختار النادي ده، وانت هتختار النادي اللي انت مختاره، يعني اللي انت مختاره في الاول تختاره عشان تجيب منه لعيبه. فانت هنعمل دوني. بعدين هنا بقى هنشتري انيستا، واشتريت ده واشتريت ده واشتريت ده وده 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 وده. فاحنا واقفين تقريبا عند اللاعب ده، فنبدأ بقى نشتري لغاية ما اللعبة نجيب 9 لعيبة كمان عشان يبقى معانا 19. انت لازم يكون 18، لازم يكون معاك 18 لاعب من الفريق وتلعب بيه. فاحنا جبنا كده اول كده 10، كده 10 لعيبة. اشتريت 9 لعيبة وبقى معايا 18 لاعب. وكده بقى نخش بقى الايفنت، نشوف هيرضوا يدخلونا نلعب ماتشات ولا لأ. بعد كده نروح على دريم مات، بعدين الايفنت. بعدين هنروح بقى على اللي هو الايفنت، نشوف هيدخلونا ماتش ولا لا. هنلعب بوينت طبعا، وهنعمل كده. هنعمل باي ايفنت كلاب دي، وكده اتعمل علامة صح. يبقى هنلعب الايفنت باللعبة اللي احنا جبناها طبعا. وكده اللعبة جات تعالوا كده برضو نخش نجرب ماتش عشان اعرفكم ان الخصم اللي انتوا هتلعبوه مش هيبقى تشكيلتك ولا حاجة. هتبقى متقاربة، لانه هيبقى شاري لعبة من فريق ياباني برضو، وما عندوش لعبة كتير من فريق ياباني يعني اكيد يعني. مين اللي هيشتري لعبة من اليابان الا اذا جالك واحد ياباني وبيحب اللعبة اليابانية ومطور. جه هنا خصم، هنعمل بروكيت ونخش الماتش. اهو تشوف فريقه اقل من فريقي كمان، يعني تشكيلته اقل من تشكيلتي. فاكيد يعني كل اللي هيقولك هيبقوا كده. وبس، دي كانت نهاية الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عجبك ما تنساش اللايك، الاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس. لو انت مش مشترك اشترك. بس كده، السلام عليكم.